مساء الخير. موضوع النهاردة اللي هنتكلم فيه مع بعض هو بخصوص الفيسبوك. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نتعامل مع الحسابات اللي اصحابها متوفيين. طبعا كلنا عارفين ان كله دلوقتي عنده فيسبوك. طيب في سؤال هنا، نفرض ان صاحب الفيسبوك دوت اتوفى، مات يعني، ايه مصير الحساب بتاعه؟ الفيسبوك ابتدى يفكر في الموضوع دوت، وعشان كده عمل طريقة جديدة من خلالها هتقدر تتعامل مع حسابات الأشخاص المتوفين. هروح مع بعض على طول عشان نفهم ايه هي الطريقة وبتعمل ايه في حسابات الأشخاص المتوفين. قبل ما نروح للموضوع بتاعنا بحب افكركم ان ديت الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، اتمنى ان انا اشوفكم معنا فيها. ادخل على الفيسبوك ودور على الاسم اللي موجود قدامك دوت، واعمل لايك عشان تقدر تتابع كل الفيديوهات اللي بتنزل معانا على الصفحة. او لو انت بتتفرج على الفيديو ده على اليوتيوب هتلاقي رابط الصفحة مباشرة تحت الفيديو، اضغط عليها يحولك هنا على الصفحة مباشرة، تقدر تعمل لايك وتتابع معانا. هنروح مع بعض على الموضوع بتاعنا. هو كله باختصار عملية ريبورت للحساب بتاع الشخص المتوفي. الريبورت دوت مين اللي هيعمله؟ هيعمله حد من أصحابه وحد من أهله. نفرض إن رامي عنده حساب على الفيسبوك كويس، ورامي اتوفى. جميل. فالحساب بتاعه شغال، ده كان زمان بقى، يعني كان الحساب بتاعه بيفضل شغال. دلوقتي الفيسبوك عمل طريقة من خلالها تقدر ان انت تبلغ عن ان الحساب بتاع رامي او رامي توفى، والحساب بتاعه انا عاوز ابلغ عنه ان صاحب الحساب دوت متوفي. كويس. فانت هتدخل على الرابط دوت انا هحطه تحت الفيديو في اليوتيوب. الرابط ده هو الخاص بالريبورت بتاع الاشخاص المتوفين على الفيسبوك. تعالى مع بعض نشوف نملى الريبورت دوت ازاي. اول خانة هنا هتكتب فيها الاسم كامل بتاعك، وبعد كده الايميل برضو كامل اللي هو في الاكونت بتاعك، وبعد كده تالت خانة ديت هتحط فيها رابط البروفايل بتاع الشخص المتوفي او اللي انت عاوز تبلغ عن ان الحساب بتاعه دوت او الشخص صاحب الحساب دوت متوفي. يعني انت هنا نفترض ان احنا في المثال بتاع الفيديو النهاردة ان رامي هو الشخص المتوفي، يبقى انت هتحط رابط الحساب بتاع رامي في الخانة رقم 3. تمام. رقم 4 ديت بيقول لك علاقتك بالشخص دوت اللي هو رامي ايه بقى. انت حد من الفاميلي، من العيلة، والده، ابنه، بنت خالته، بنت خاله، ايه علاقتك بيه؟ لو انت كده فعلا تختار اول اختيار وتبتدي تختار علاقتك بيه ايه. لو من انت مثلا الاختيار التاني حد بقى يعني من العيلة بس اللي هو مثلا جدته، جده، عمه، عمته، كده. او ان انت مش من الفاميلي رقم 3 اللي هو مثلا ممكن تكون صاحبه معاه في الشغل، كنت معاه في المدرسة. او تختار اذر وتكتب علاقتك بالشخص دوت ايه. تمام. نيجي بقى في خامس اختيار ودوت مهم جدا اللي هو بيقول لك proof of death، يعني اثبات للوفاة. هو هنا بيقول لك مثال، يعني ممكن مثلا تجيب له حاجة من الاخبار لو هي نزلت في الاخبار ان رامي توفى، فلازم تجيب له المقالة اللي نزل فيها، او ان انت تجيب له اي اثبات ان الشخص دوت فعلا اتوفى. تمام. اخر حاجة هنعملها هتعلم بيقول لك requested action، ان هو يبقى memory account، يعني حساب للذكرى فقط، للذكرى. هتبقى الحساب بتاعه للذكرى. طب لما يتحول حسابه للذكرى ايه اللي هيحصل؟ يعني الحساب بتاع الشخص ده هيتجمد، مش هيبقى ليه اي نشاط. كل اللي هيحصل ان اصحابه هيقدروا يشوفوا الصور بتاعته وكده، بس مش هيحصل اي تفاعل. وفي عيد ميلاده هيبتدي يظهر زي اشعار ان دوت عيد ميلاد الشخص دوت، لو عايزين تدخلوا تكتبوا له تهنئة، او يعني معنى صح هيبقى للذكرى فقط. لما مش هيحصل اي عملية تفاعل ما بينه وما بين اي حد، بس هيبقى موجود بس للذكرى فقط. تمام. دوت كان موضوع النهارده بكل بساطه. اتمنى ان هو ما يكونش صعب عليكم، والنهارده ادينا اتعلمنا ازاي نتعامل مع حسابات الاشخاص المتوفيين. لو حد من قريبك اتوفى، حد من اصحابك وحسابه لسه شغال، النهارده اتعلمنا مع بعض ازاي تقدر تبلغ الفيسبوك ان حساب الشخص دوت او الشخص دوت متوفي، والحساب بتاعه انا عاوز احوله لحساب للذكرى. ما تنسوش ديت الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، اتمنى ان انا اشوفكم معانا فيها. واكون شاكر جدا لو
عملت شير عن طريق السهم دوت وكلمة شير أكون شاكر جدا. واستنونا في فيديوهات تانية كتير خاصة بالفيس وبكل حاجة تانية. تابعونا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. مع السلامة.